سبق قبل كده وقلنا في فيديو ان الجلد مراية المناعة. طب لو انا بقى مريض روماتويد ومتشخص روماتويد وباخد علاج، لو حصل لي طفح جلدي اعمل ايه؟ النهارده هكلمكم على الطفح الجلدي الجديد او الحديث في مرضى الروماتويد. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. لو حصل لك اي طفح جلدي لازم تبلغ الدكتور في اسرع وقت، وتبلغه بالاتي: 1. مكان الطفح الجلدي وبقاله كام يوم وهل معاه هرش ولا لا. 2. الطفح الجلدي بيحصل الاول وبعدين اهرش فيه، ولا الهرش بيحصل الاول وبعدين يظهر الطفح الجلدي. 3. هل الطفح الجلدي ده عبارة عن فقاقيع عالية عن الجلد ومليانة مية ولا لا. 4. هل الطفح الجلدي ده معاه صديد، بؤر صديدية وبينزل قيح ولا لا. 5. هل معاه أعراض تانية زي تضخم في الغدد الليمفاوية سواء في الرقبة أو في خن الرجل أو حرارة ليلية أو تعرق ليلي. ليه بقى؟ لأن كل حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها دي له تفسير عند دكتور روماتويد. هل دي حساسية من الدواء؟ ولا هل دي أعراض جانبية من الدواء؟ ولا هل ده حزام ناري حصل؟ ولا هل دي عدوى جديدة حصلت؟ ولا هل دي صدفية جدت على المريض؟ ولا هل ده مرض جديد جلدي مصاحب بيجي للروماتويد؟ ولا هل ده التهاب في الأوعية الدموية مصاحب للروماتويد؟ ولا هل ده لا ده ولا ده ولا ده وحاجة تانية خالص زي حب الشباب أو مشاكل لها علاقة بالتانية؟ عشان كده صوروا أي طفح جلدي وبعتوه لدكتور الروماتيزم المعالج، وطبعا نستشير الدكتور الجلدية أولا. ثانيا لازم الدكتور الروماتيزم يبقى معانا في هذه الرحلة، مهم جدا. احنا عادة بنقول لمرضى الروماتيزم بتوعنا، بما ان احنا على الواتساب شغالين على طول بنرد في خلال 48 ساعة، صور الطفح الجلدي وبعته لنا وبعت لنا رأي دكتور الجلدية والروشتة بتاعته، عشان نقدر نبقى بنشتغل كتيم وورك ونحافظ على المرضى بتوعنا. وما تقلقوش لو حصل اي طفح جلدي، لكن بلغوا الدكتور المعالج، ومرضى بتوعنا يبلغونا في اسرع وقت. ودمتم سالمين.